السلام عليكم ومرحبا بكم. اليوم ان شاء الله حبيت نبارطاجي معكم واحد الوصفه دايره حاله في تيك توك في انستغرام. قلت نسيها بوركوا با نبارطاجيها معكم وتستفادوا كاع منها، اللي هي هاد الكراطه كما كتشوفوا يجي مجمر، يجي هايل، يجي بزاف بنين. ولهاد الوصفه تحتاجوا كميه من البطاطا تكون على حسب عدد افراد العائله. تنقوها، تغسلوها بيان سور، تقطعوها بهذا الشكل، ديروها طيب في الماء والملح تغلي. ومن بعد هنايا في مقله حطيت 2 مغارف كبار تاع الزيت، زدت عليهم بصله متوسطه قطعتها هكذا مربعات صغار، ونخليها تقلى على نار قليله مع التحريك هكذا ساعه على ساعه. حركوا عليها بعد كتولي لكم بهذا الشكل، يعني ماشي تخلوها حتى وين تذوب كامل، غير تولي هكذا شويه يعني تتبال شويه. نروحو نزيدو عليها هنايا دجاج مرحي مع 2 فصوص تاع الثوم مسكرفجين. تقدروا ديروا لحم مرحي ولا دجاج كيما تحبوا، يعني على حسب واش يكون عندكم الموجود في البيت. هكذا دوكا نقلب مليح هاد البصل مع الدجاج والثوم، نبقى نحرك هكذايا حتى يتقلاو مليح. نروح انا نزيد لهم لي زيبيس. لا بالنسبه لي زيبيس عندي راس الحانوت، عندي شويه تاع كمون وشويه تاع كري حلو، فلفل كحل والملح. نخلط مليح هاد لي زيبيس هكذا في الدجاج باش يدخلوا بيان، واني نقلب هكذا بالعقل حتى وين يتقلى لي مليح هاد الدجاج. وهنا بعد ما تقلى كامل كما كتشوفوا هكذا دبل هذاك البصل ونشف الدجاج بالماء ديالو، نروح نزيد له 6 حبات طوماطيش كنت رحيتهم في لاشواغ هكا. شوفوا رحيتهم بيان وشللت هذا الطاس تاع لاشواغ بشويه تاع الماء باش هكذا بعد لاصوص تجيني فيها هذا الدجاج تجيني فيه شويه تاع لاصوص، يعني ما يجينيش ناشف. ها كيما كتشوفوا هكذا راهي واش دزت لها شويه تاع المعدنوس طفيت عليها. ودوكا نروحوا لهذيك البطاطا بعد ما طابت انا عبستها هكذا بالفرشيطه، زدت لها شويه تاع المعدنوس، شويه تاع فلفل كحل، الملح ما درتش باسكو طيبتها في الملح. تقدروا تزيدوا لها شويه تاع فخوماج ولا زبده ولا كيما تحبوا. المهم الحليب ما ديروش اللي قد تكون شاده روحها، ما ديروهاش جاريه باش تقدروا تفورميو لي بول تاعكم هادوما هكذا، ما تعذبكمش في الخدمه، ولا درتوها متلوقه ما حش يتشكلوا معاكم يعني. هكذا كيما شفتوا انا شكلتهم بكل سهوله. ومن بعد في الوسط هكا نجو نديرو حفره. انا خديت هنا غراف صغير ولا ديروا بمغرفه، ولا مهم ديروا حفره هكذا في الوسط كيما شفتوا. طريقه راهي باينه بزاف سهله. هنا هاي ليك لافاكس تاعي اللي راح نفرسي بها. في كل حفره نديروا هكذا كميه مليحه من هذيك لافاكس. ومقبله كيما قلت لكم هكذا ديروا شويه تاع الماء في لافاكس باش ومن بعد هاد لافاكس راح تطلق لكم في البطاطا ما تجيش ناشفه هكذا، تجيكم بزاف بنينه، تجي مشربه هذيك البطاطا ما تجيش ناشفه كي تاكلوها. هذا هو يعني الهدف كي زدت هذاك شويه تاع الماء. وهكذا هذيك شويه على فاكس اللي قعدت لي زدتها هكا، زدتها رميتها في الجوانب اللي يعني اللي فضلت اللي قعدت. وفي الاخر ناخذوا هنايا فخوماج، انا درت شيدر تسكرفجوه وتحطوه كميه مليحه يعني فوق كل كوريه هكذا، تغطوها بالفرماج ومن بعد كي يذوب حيعطي لها وجه الشباب بزاف شباب. هاي ليك هكذا بعد ما غطيته كامل. انا الفرن تاعي سخنته يعني حطيته يسخن على 180 درجه. دخلت الكراتان للفوغ، قسمها هكذا تكراتينا من الفوق، شوفوا كيفاش يدي هاد التحميره بزاف شابه، شعلوا له من الفوق. وهنايا جيت نقسم لكم باش تشوفوا كيفاش يجيكم من الداخل، يجي مشرب ويجي بزاف بنين. للاسف يعني كنت خليته حتى وين برد الفرماج كيما كنت تشوفوا تجمد، ولا شغل طبقه واحده من الفوق. واش حنقول لكم، يعني هاد الوصفه صدقوني بزاف بنينه، داير دارت حاله في لي ريزو سوسيو بزاف بنينه، سهله توجد بالخف. هذا واش يليق مع هاد السخانه. نتمنى ان شاء الله تخلوا لي لايك للفيديو، بارطاجيوه قد ما تقدروا مع اصدقائكم لتعمل فائده. تهلاو في رواحتكم، الى فيديو اخر ان شاء الله، والسلام عليكم.